انتوا عارفين الناس اللي بوشين وتعبنا في حياتنا؟ ده طلع الاكل كمان فيه بوشين، بيظهر لك عكس ما هو واضح. تعال اقول لك ازاي. انت عارف ازازه الكاتشب اللي انت فرحان بيها ويكاد يكون هتشربها شرب؟ معلقه الكاتشب الواحده فيها حوالي 4 جرام سم قصدي سكر ابيض. انت عارف بقى الزبادي بالفواكه اللي انت هتتجنن على ريحتها وتفرح بيها قوي دي؟ انت عارف ان فيها 3 او 4 معالق سكر مستخبيين جوه الطعم الحلو؟ رغيف العيش الابيض اللي انت فرحان بيه قوي ده، انت عارف ان هو بعد ما تاكله بيرفع مستوى السكر بشكل سريع جدا وكانك واخد رغيف سكر؟ وده ليه؟ لانه بيتحول لجلوكوز وبشكل سريع جدا. خيانه. علبه العصير المعلبه اللي مكتوب عليها بدون سكر، طب ليه بتكتب كده وهي بسكر؟ انت كاتب لي عليها من غير سكر وهي بسكر. مش خيانه دي؟ حتى البسكوت اللي مخصص للدايت ساعات بيكون مكتوب عليه في الجدول اللي من ورا كده شراب ذره او سكر او فركتوز. طب ما دي برضو انواع سكر وبيتقال عليه طبيعي. ازاي؟ المشكله بقى ان مجموع السكريات اللي انت بتاخدها من هنا ومن هنا ومن هنا دي بدون ما تدري بتجمع معاك كميه سعرات حراريه مجرمه، وبالتالي بتساهم في زياده وزنك من غير ما تحس. واكيد بتزود الاصابه بالسكري وبامراض القلب، وطبعا بتاثر على بشرتك وطاقه جسمك. الحل بسيط جدا، قبل ما تستهلك اي منتج بص عليه من ورا كده مكتوب جدول بطاقه القيم الغذائيه، يا ريت تقرا فيه الكلام ده. لو لقيت كلمه سكر، شراب ذره، فركتوز او عسل، اعرف انك كده داخل على سكر، فانتبه ان سكرياتك بتعلى وان ده هيزود مستوى السكر ويعلي السعرات اللي انت بتاخدها. وهو ده بقى الوش التاني للسكر. قلل بقى السكر الخفي واكيد هيفرق معاك في حياتك وفي جسمك. تابعنا بقى عشان صحتك تكون احسن وتعرف كل يوم معلومه طبيه جديده ما سمعتهاش قبل كده. دكتور محمد حسنين، استشاري التغذيه.